مرحبا بكم خياتي، مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم. اليوم ان شاء الله مع كاميليا راح ندير لكم 7 انواع تاع الكاطو بعجينه وحده. نروح لطريقه التحضير مباشره. اول حاجه نسحقها هي ديت علبه تاع مارغرين 500 غرام. انا هنا استعملت مارغرين ماني، ننصحكم بها، يعني مارغرين ما شاء الله. نحي كامل الزوائد. هكا قلنا نديرو 500 غرام تاع المارغرين، لازم تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، ونضيفوا لها نصف كاس تاع الزيت. نخلط كامل الخليط. نزيد لها قبل ما نخلط نزيد لها 350 غرام تاع سكر كلاصي، ونخلط هكا مليح حتى ينسجم لي الخليط ونتحصل على يعني اون بات ايموجين، معناها خليط منسجم. هنايا نضيف 2 صفار بيض مع 2 حبات كاملين. نبدا بالحبه الاولى ندخلها هكا، من بعد ما نخلطها نضيف لها 2 صفار وبيضه كامله، يعني الكل 2 صفار مع 2 كاملين. نضيف 200 غرام تاع لا مايزينا، هنا نضيف لها 2 خميره كيميائيه. انا هنا استعملت خميره نواره 10 غرامات، نغربلهم هكذا باش نتخلص من الكرات ونخلطو مع الخليط ديالي. انا حبيباتي الخليط ديالي ما لازمش نكثر له الفرينه حتى وين يجي لي عجين صابلي عادي. هنا نخليه شويه طري باش كل واحد ندير له النكهه ديالو. دوك نوري لكم بعد ما نخلطو كامل وندير له يعني لاباط تاعي. دوك من بعد نوريها لكم كيفاش تخرج لي، تكون ماشي متماسكه وماشي طلقه روحها، لازم نقدر نشكلها اشكال، يعني نشكلها كريات. لاول مره تشوف قناتي نقول لك حبيبتي ما تنسايش بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش كي ندير جديد ان شاء الله يوصلك وجا من الفيديو اذا عجبكم. شوفوا انا خياتي هاي لاباطني تحصلت عليها، نحاول اني نقسمها. شوفوا مازالها طريه، شوف كيفاش نقسمها ل7 كريات. يعني دوك نتوما تتحكموا في الكميه اللي راكو حابين يعني تديروها ونوع الكاطو اللي راكو حابين ديروه. انا هنا استعملت 7 ليبول، وكل يعني كره نستعملها لنوع معين. هذه درتها صغيره، ندير يعني كميه قليله منها برك. هنا الكره الاولى نزيد لها شويه فرينه هكا، ندخلها كامل الفرينه ونضيف هنا. اذا ماركيتو ما ضفتش لافاني باسكو كل مره ندير اغوم معين، يعني ما تقدروا ديروا لافاني وتزيدوا لها لاغوم، يعني ماشي مشكل. مي انا فضلت اني كل مره نضيف لها لافاني في جهه. مادام العجين تاعي طري نقدر نزيد لافاني عادي. هاي اللي كنت ضفت هنا لافاني هكا نلم فقط. قلنا دائما صابلي تلموه ما تعجنوش. اذا مخصوص فرينه نزيد له. هنا يعني قلنا هذا المارغرين تشرب الله يبارك وتخرج لي كميه لاباس بها. هنا ناخذ 2 بابي كويسون ولا ساشي، ولا يعني واش حبيتو استعملوا. انا استعملت هنا بابي كويسون، نتوما حبيتو استعملوا ساشي، حبيتو استعملوا بابي فيلم كيما تحبوا، هكذا باش تسهل لكم العمليه. نحلوه، لازم نحلوه يعني ماشي رقيق بزاف وماشي خشن، باسكو درنا 2 لاليفور يتنفخ لنا شويه. نشكلو بهذا المول، وكنا الفرن شعلناه على درجه حراره 180 درجه 4 ساعات من قبل. ناخذ السنيوه ديالي ندير لها بابي كويسون ونحط الصابلي ديالي فوقو وندخلو للفرن يطيب على غرضو. ولكن قبل ما يطيب دوك نوري لكم واش راح نديرو بهذا الصابلي. شوف خياتي، هنا خذيت بياض بيضه مع مغرفه صغيره تاع الكاكاو، خلطتهم بهذه الطريقه. شوفوا واش ندير. نبدا نطلي السطح تاع كل وحده. نطلي الاولى، الثانيه باش هكذا كيجيكم الحساب سوا. الثانيه ما نطليهاش، الثالثه نطليها، الرابعه لا، الخامسه نطليها، وهكذا باش هكذا كل حبه مع شغل الحبه التحتانيه حبه فوقانيه فيها هذا الكاكاو. وناخذ فرشيطه ونديروها بهذا الشكل. نشكلوها هكذا دي زيكزاك كي يطيب
يحكم اللي تخاص تاع الفرشيطه. نحطوه يطيب في غردو. هنا نكمل الكميه، يعني سرعت لكم الفيديو قدر المستطاع باش ما يجيكمش طويل، وهكذاك جالي شويه طويل، ما قدرتش نقسمو على زوج باش هكذاك اللي تحب تعول دير كاطو تروح تنوض تعول ديرها ديريكتومون تنوض ديريكتومون. هنا الكميه الثانيه هاي ليك، ناخذ اغام كراميل نضيف لها اغام كراميل، ونضيف لها ملعقه صغيره تاع الكاكاو. مانيش حابه تجي لاباط تاعي الكحله بزاف، يعني هاد لاباط حنديرها بشيكولا، ولكن ما حبيتهاش تجي كحله بزاف لاباط، حبيتها تجي هكذا شغل كراميل. درت لها عطر كراميل وتجي شغل اللون تاع الكراميل. نضيف لها الفارينه هكا بهذه الكيفيه. نحصل على عجين يكون طري، يعني ما تكثروش بزاف الفارينه حتى تجيكم يابسه. لا شوفوا يعني هنا باين بلي العجين راهو طري. نحلو ثاني بالحلال، وناخذ المول المدور. هنا استعملت المول المدور، نتوما يعني المول اللي عندكم تستعملوه، ماشي شرط انكم تستعملوا المول اللي استعملته انا. ونطبع بهذا الشكل فوالا. وكيف كيف نحطوها تطيب على درجه حراره 180 درجه حتى وين طيب لنا. يعني كنت شاركت معكم وصفات من قبل تاع الكاطو، نخلي لكم الرابط تاعو في اسفل هذا الفيديو. اللي تحب دير كاطو تاع العيد كنت ديجا شاركت معكم وصفات تاع العيد. هذه يعني هذه الوصفه تقدري تحمري بها وجهك بلا ما تحشمي بات وحده، يعني اللي تخدم ولا اللي تربي ولا اللي مريضه هذه تسلكها. هنا نزيدو نحطو لافاني ونحطو الفارينه، نلمو كامل لاباط ديالنا بهذه الكيفيه. ثاني تحصلوا على عجين طري. كيف كيف ثاني نحلوه. هنا نستعمل صابلي عادي، صابلي تاع لا كونفيتور عادي. فوالا هذا هو المول اللي استعملته، اللي عنده دويره في الوسط هذا هو المول اللي استعملته. وانتم استعملوا اي مول متوفر عندكم، ماشي شرط لازم تستعملوا المول اللي استعملتهم انا. قلنا هاد الكميه ولا غير تخرجكم الكميه لاباس بها. اون على الذوق تاعو رائع، والاشكال تاعها مختلفه تماما. يعني قولوا ديري شحال من بات، ديري بات وحده وراكي سلكتي راسك، خاصه اللي عامله واللي ما تقدرش واللي تربي وكامل تسلك راسها يعني. ومع الغلاء الاسعار ربي يكون في العون وهذا مكان. انا لاباط الاخرى نديروا لها ثاني لافاني. شوفوا دخلت كامل لافاني، استعملوها مادامها طريه، نزيد لها شويه فارينه ندخلوها هكا. هنا زادت لي شويه الفارينه. واش ندير؟ نجيب لاباط الاخرى باش هكذاك ما تجينيش يابسه هاد لاباط، نحطها كوتي. نجيب لاباط الاخرى نزيد نشربها، يعني نلم الفارينه هذيك الزايده كامل ونحطها كوتي باش نستعملها من بعد. فوالا باش هكذاك ما تجيليش لاباط الاولى يابسه. نكمل نطمي كامل لاباط ديالي. هاي ليك شوفوا مازالها طريه. انا ناخذ خياتي هذا ليمول تاع الكوكياج. وصفه الكوكياج كنت ديجا شاركت معكم وصفه تاع كوكياج رائعه، تلقاوها في قناتي. نخلي لكم الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو. شوفوا يعني مقادير مختلفه وطريقه مختلفه. شوفوا هنا ناخذوا لاباط تاعنا ونجروها بهذه الطريقه، والزياده كامل نحوها هكا تاو نكمل الكميه كامل. ولكن نكونوا خلينا كميه صغيره تاع لاباط، ما نستعملوش كامل لاباط. هنا نحيد شويه لاباط خليتها كوتي، والباقي كملته في ليمول ديالي هكا حتى نكمل كامل الكميه ديالي. انا خديت 4 مغارف تاع كاوكاو محمص ومرحي، مع مغرفه كبيره تاع الجلجلان ومغرفه كبيره تاع حلوه الترك.
نخلطهم كامل بالمعجون مربى المشمش هكا. هنخلطها، يعني هذه الكميه اللي قلت لكم درت سوسول عدد الحبات اللي كانوا عندي جو سوسول مع الكميه اللي عطيتها لكم. نضيف شويه المربى ونعمر ليمون ديالي، ولكن كنعمرهم ما نعمرهمش مليح حتى يتدفق، نعمروه شويه برك، يعني ما نعمروش شويه كاع، نعمروه يعني لاباس. هنا نقص لها شويه باسكو عمرتها مليح. هنا لقيت لي نحيتها خياتي هايديك، نحلها ثانيت، نحلها شويه رقيقه. وشوفوا ناخذ هذا المول تاع الكوكياج بالذات نعبز هكذا، يعني بابي كويسون يساعدكم باش يعني ديبلاسيو الحبه فاسيلمون. شوفوا الحبه تاع الكوكياج نديرو فوقها ونضغطو هكايا باش تتماسك وما تنحلناش، الاطراف نضغطوهم هكا، وفي الوسط نديرو تقبه هكايا ونحطوها تكوطي. نكملو الكميه هاديه لنغطيو كامل الحبات اللي عندي. كل مرة نضغط في الاطراف هكذا باش يتماسك ونديرو في الوسط هكذايا. من بعد ناخذ النقاش، شوفوا كيفاش نشكلوها، نديرو زائد ثم نديرو في كل زوج نزيدو نشكلو هكايا. شوفوا كيفاش يجينا الشكل شباب، نزيدو شوفوا زائد بهذه الكيفيه، وفي كل زوج نزيدو نقرصو هكا حتى نشكلو هذا الشكل. نروحو لاباط التاليه، كيف نديرو لها الفرينه، ندخلو لها هكا الفرينه، نديرو لها لاغوم كراميل توجو، ندخلوها مليح حتى نتحصلوا على خليط يكون طري ومتماسك. هنا خياتي ديت حوالي مغرفه الى 2 مغارف تاع الجلجلان محمص، ندخلو داخل، ندخلو كامل داخل، يعني ضفت حوالي 2 مغارف تاع الجلجلان محمص داخل هكا، ونشكلو كريات بهذه الطريقه. هنا خديت بياض بيضه خوياتي، بياض تاع البيض خلطته مليح هكايا باش يجينا خفيف. من جهه اخرى خديت الجلجلان كان محمص، وخديت لي مول تاع السيليكون. انا استعملت هذا المول وانتم استعملوا اي مول تاع سيليكون باش نديروا الجلجلانيات. نضغطوا هكايا هكا بالحبه، نديرهم في بياض البيض، ندوروهم على الجلجلان ونضغطوا هكا بهذه الطريقه. هكا نواصل حتى نكمل كامل الكميه ديالي. هنا اذا خصكم البيض زيدوا، باسكو هذا البيض اصلا نسحقو ثاني في العوصات الاخرى. نقلب خياتي بهذه الطريقه الليمون ونخلوهم يطيبوا. هنا لاباط اللي موراها قبل الاخيره نديرو لها لافاني، نضيفوا لها 2 مغارف ولا مغرفه تاع هنا ضفت 2 مغارف تاع الجلجلان محمص، ونضيف 2 مغارف تاع الكاوكاو محمص ومرحي، ندخلوهم مليح في العجين ديالي. حاول اني ندخل كامل الجلجلان مع الكاوكاو في العجينه ديالي، واذا كانت مخصوصه فرينه نضيفوا لها الفرينه. هنا ضفت لها شويه فرينه فوالا، ونشكلها كريات يكونوا شويه صغار. يعني انا حبيت نستعمل هادو اللي كيسات صغار، ندير كريات يكونوا شويه صغار، نشكلهم هكا كريات، نحاول اني نجيبهم كامل ميزان واحد، وانتم تقدروا تستعملوا الميزان باش توزنوهم. هنا خياتي خديت الكاوكاو تاعي المهرمش وبياض البيض، ندخلو في البياض البيض وندير داخل الكاوكاو. شوفوا هذه الطريقه تساعدكم بالبزاف، يعني حاولوا برك ديروا كميه تاع الكاوكاو توالم كميه تاع لي بولات اللي راكم درتوهم.
تساعدكم بزاف باش تكملوا التمتم والحبات تاعكم يتغمسوا مليح في الكاوكاو. شوفوا ضربه واحده يعني دخلتهم ضربه واحده في الكاوكاو بطريقه سهله وبسيطه وتحكم لكم يعني الكاوكاو يحكم لكم ما شاء الله. شوفوا ونضغطوا شويه هكا بيدينا تو نشكل كامل الكميه. هنا هذوما نورمالمون عرفتوهم مشوك، يعني بات وحده قدرت ندير صابلي عادي، صابلي جلجلانيات، قدرت نستعمل جلجلانيات المشوك وكاطو بالشوكولا. من بعد تشوفوا كامل يعني النتيجه راكم شفتوها في الديبي تاع الفيديو وتشوفوها في اخر الفيديو ان شاء الله. لاباط الاخيره درت لها لافاني، زيد لها شويه تاع فارينه. شوفوا خياتي نحلها بهذه الطريقه على ساشي باش يساعدنا نساويو الاطراف هكا نساويوها شويه. ناخذ انا توفيه كراميل درت هكذا. نتوما اي حشو حبيتو ديروه، ماشي شرط ديروا توفيه كراميل، تقدروا تستعملوا اي حشو. شوفوا وندخل الاطراف هكذا نسويهم، نضغط عليهم نغلقهم مليح ونغلق الاطراف ونحاول ان نديروهم سي دي سيكار بهذه الطريقه. وكاينه طريقه واحده اخرى يعني باش يجيكم دي بول، يعني ماشي حبيتو تستعملوهم دي سيكار ولا حبيتو تستعملوهم بطريقه اسهل، هاد الطريقه تاع لي بول دوك نوريها لكم. باسكو كي يكون حشو شويه ليكيد يتعبكم شويه، ولكن بهذه الطريقه تاخذوا فنجان قهوه ولا ديروا العجين داخل، ديروا توفيه كراميل داخل وبالساشي هكا تضغطوا وتدوروا تغلق وحدها. من بعد حكموها وسويوها وحطوها في كوتي الطيب. هاي ديك الحبه تاعي خرجتني ما شاء الله هكا حتى ونكمل كامل الكميه ديالي. نعاود لكم وحده تشوفوها طريقه جد سهله. يعني انا فضلت هذه الطريقه على طريقه تاع لي سيكار ما نكذبش عليكم، باسكو هذه هي اللي جاتني اسهل. سورتو كي يكون الحشو تاعو حاجه ليكيد. نساويو ونفورميوها. انا خياتي المشوك تاعي راهو طاب عسلتوه، كنت حسابات لي كنت مكاميري في كي عسلتهم لقيت ما كاميريش راح لي نصف التصوير. معليش راني نوريكم في الاخير وهما سخونين نديرو مغرفه تاع العسل ونديروها فوق الشاك وحده. وهذا تاع الكوكياج نديرو سكر كلاصي بهذه الطريقه وندردرو فوق الحبه، في وسط نديرو لها لا كونفيتور بهذه الكيفيه. انا لا كونفيتور هذه جاتني شويه سائله معليش. هنا راني نوجد لا كريم وبور اللي اذا حبيتو نخلي لكم الوصفه يعني نحط لكم فيديو ابار. يعني انا حطيت هنا مارغرين، سكر كلاصي، لا شانتيي، توفيه كراميل والزيت وخلطهم مليح. اذا حبيتو الديتاي نعاود ندير لكم فيديو نحطه لكم. هاهم ليك حبات توعي تاع لي صابلي غير كيما لصقتهم شوفوا كيفاه. وهنايا هادو تاع الشوكولا درت لهم لا كريم او بور في لي كوتي وفي الوسط حطيت الطوفيه كراميل ونضغط عليها هكا ونشكلها بهذه الكيفيه حتى نكمل كامل الكميه. من بعد نحطهم مباشره في الشوكولا اللي كنت ذوبتها ودرت لها 2 مغارف تاع الزيت باش تجينا شويه جاريه، وغمست فيهم الشوكولا ديالي. والاخرى يعني الكاميرا ما صورتليش الاخيره كنت لي قاد لي شوكولا درت له الكاوكاو مهرمش وزدت غمست فيه هذوك لي سيكا مع لي بولات هذوك اللي شكلتهم في الاخير. والجلجلانيات درت لهم توفيه كراميل في الوسط. وراهو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعي 7 اشكال مختلفه تحمري بهم وجهك. شوفوا كيفاه هنا الجلجلانيات قلنا حطينا توفيه كراميل في الوسط. تقدروا ديروا لا كونفيتور، تقدروا ديروا لا كونفيتور مع اي اغام فريز ولا وتخلطوها وتعطي لكم لا كولور شابه بزاف باسكو درتها العام اللي فات. هنا الصابلي تاعي درتو 2 اشكال بهذه الطريقه وبهذه الطريقه. المشوك ديالي راهو وهذه بالشوكولا محشوه بلا كريم وبور مع توفيه كراميل، وهذه يعني محشوه داخل بالكاوكاو والحلوه التركو كامل، وهذه اللي مشكله على شكل لي سيجار درتها على شكل فيرولو روشي. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش اشتراك في القناه باش كي ندير جديد ان شاء الله يوصل لكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وصحه رعايتكم اذا ما تلاقيناش.